هلا متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انتم تشاهدون فيديو اليوم. طبعا اليوم طبختنا طبخة تراثية. اليوم راح اسوي وياكم الباقلة بالدهن، وطبعا بالدهن الحر. اول شي نقعت الباقلة ليلة كاملة، حتى لو مو ليلة كاملة مثلا نص يوم عادي. نقعتها وغسلتها وخليت ماي بالجدر، راح اخليه يحمى الماي. وبعدين اخلي الباقلة صفيتها من الماي اللي كنت منقعتها بيه. هسه من فار الماي راح اخليها بالجدر واخليها تفور شوية وانصيها. طبعا اليوم سويت اطيب عشاء، هو باقلة بالدهن. كلكم مسويها وشافيها، وهاي بدي اشوفكم طريقتي. من بعد ما استوت الباقلة طلعتها من الجدر. طبعا انا مسوية باقلة هواية، اخذت قسم على قد اليوم، والباقي جمدته. اول شي فلست الباقلة مثل ما تشوفون، طلعت القشر من عندها. اختارت طبعا باقلة انا سويتها، مو الباقلة المعلبة. الباقلة المعلبة مو صحية لان كلها مواد حافظة. فلستها وقصيت راس من البصل. هسه راح هذا الراس من البصل راح قليه بالدهن حتى اخليه على الوجه. من بعد ما قليت البصل راح اخلي الخبز بالماي مالت الباقلة، هيك ينقع احسن بهاي الطريقة. هسه من بعد ما كملت الخبز وهذا البصل هم من كملته، راح اسوي وياكم البيض. اول شي اخلي الباقلة على الخبز. طبعا من كملت تقشيرها، وراح احاول اسوي البيض. قبل لا اسوي البيض خليت خاشوقة ونص من الدهن الحر. وراح اخلي طبعا كمية الدهن بكيفكم، انا ما اخلي دهن هواي، خليت بس خاشوقة ونص. وراح اخلي على التشريب مال الباقلة. هسه راح اسوي البيض. اخذت 3 بيضات وحميت الدهن وخليت شوية ملح، وراح اخبط البيض. طبعا استعملت الزيت اللي قليت بيه البصل حتى تصير بالبيضة نكهة البصل، يصير طعمها طيب. وخليت الزيت يحمى وخليت البيض، خليته على راحته على نار وسط حتى لا تحترق البيضة، تستوي على راحتها. إذا وصلت وياي لهذا المكان من الفيديو أتمنى لا تنسوني باللايك والتعليق، وأتمنى اللي يدخل قناتي وما مشترك بقناتي أتمنى يشترك بقناتي. أرحب بالمشتركين الجدد وأرحب بالمشتركين القدماء. ولا تنسوني باللايكات، طبعا اللايكات هي تصعد الفيديو. أتمنى كل واحد يشاهد الفيديو مالتي يعطيني لايك وتعليق. هسه كملت البيض راح اخليها على الماعون من بعد ما كملته، وراح اخلي البصل اللي قليته على الوجه تزيين الماعون. وهسه قصيت ليمونة بهذا الشكل وخليتها همين. اطيب شي هو الليمون والبصل. هسه وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى لا تنسوني باللايك والاشتراك، واللي يشترك بقناتي خليه يفعل الجرس حتى تطلع له كل الفيديوهات الجديدة. كل ما انزل فيديو يطلع عنده.
وسهمكم سهمنا ألف عافية، ألتقيكم بفيديو جديد ومع ألف سلامة.